السلام عليكم. النهارده عندنا تمرينة رجل وبطن كاملة عظيمة جدا تقدر تعملها في البيت. الفيديو طبعا اللي فات واللي قبله عملنا تمرين البوش وتمرين البول، عملنا تمرين الدفع وتمرين السحب، شغلنا كل العضلات العلوية. النهارده بقى هنعمل تمرينة رجل كاملة وتمرين البطن كمان. تمام. كل اللي محتاجينه عاوزين ارض، مش محتاجين غير ارض تبدأ عليها التمارين وتبدأ معايا التمارين دي. تمام، يلا بينا. بسم الله. هتنام على الارض بالشكل ده كده. تمام، وبتتني رجل زي دي، رجلك بتبقى تانية كده وبتشد مش رجلك عليك، وترفع رجلك لفوق لقصاد التانية وتريح وترفع تاني. ما بتريحش خالص، يا دوب بتلمس الارض لمسة خفيفة وبتطلع تاني. 10 عدات وتريح 10 ثواني، 10 عدات وتريح 10 ثواني، 10 عدات كمان. تمام، هتعملوا 30 عد. ماشي، ده اول تمرين. تاني تمرين هنعمل بريدجنج من نفس الوضع ده كده، ترفع وسطك لفوق وتريح. برضو هتعملوا 30، 10 10 10. تمام، ده تاني تمرين. تالت تمرين بعد البريدجنج هنعمل كلامز شيل. هتنام على جنبك وبتتني رجلك الاتنين ب 45 درجة بالشكل ده، وبتفتح ركبتك لفوق وانت ما بتلفش معاها، لا انت ثابت على جنبك كده كويس. رجلك بتفتح لفوق 45 درجة وبتريح بنفس الشكل ده كده. تمام، الجنب ده 30 والجنب التاني 30. بعدين بترجع على ظهرك وهنلعب كرانشز، نلعب بطن من نفس الوضع ده كده. كل اللي بتعمله انك بترفع لوح الكتف من على الارض بنفس الوضع ده كده. 30 عد، لكن مش بتقوم خالص كده، لا، ده كل اللي عاوزينه بترفع لوح الكتف وبتريح. بعد ما تعمل البطن العلوى كرانشز هنعمل بطن سفلى. تحط ايدك الاتنين تحتك بالوضع ده. تمام، ورجلك الاتنين في الهواء، وبتتني رجل عليك وتفردها، تتني التانية. لو التمرين ده بيجيب لك طقة في الحوض يبقى هنبدله بالتمرين ده كده. ده مش هيجيب اي طقة وهتلاقيه سهل برضه، عشان بعد كده هنشغل البطن كلها بس مش حاليا. يعني مش لازم تبدأ بده حاليا لو لقيته صعب عليك، ابدأ بده زي الفل. تمام، برضه هتعمله 30، 10 وريح شوية، 10 وريح شوية، 10 كمان. تمام، باقيلك ايه؟ باقيلك ان انت تشغل الخلفية. هتنام على وشك بالوضع ده كده. تمام، وبتبدأ تتني رجلك وبتريح. لو لقيت التمرين بقى سهل معاك او اي تمرين بقى سهل معاك هتبدأ تعمله باوزان. هتعمل ازاي التمرين ده؟ بالوزن. هتجيب في البيت مثلا كيلو سكر، كيلو رز، اي حاجة تحطه في شنطة سودا وتربطه على رجلك من هنا. تمام، وتبدأ تعمل بيه. بقى سهل الكيلو ده خليه كيلو ونص، بقى سهل كيلو ونص ده خليهم 2 كيلو، وهكذا. تمام، يبقى انت كده باقيلك ايه حاليا؟ حلو، نبدأ نخش بقى على السكوات وعلى السمانة. دول اللي باين اخر تمرينين وتبقى خلصت كل تمرينك يا بطل. هتيجي في البيت نبدأ الاول بالسمانة. هتيجي على اي طرف سلمة عندك في البيت او اي حاجة محطوطة زي دي كده، ماشي، بتقف عليها برجلك الاتنين، بتشب لفوق وتنزل تريح لتحت وتطلع تاني. بنفس الوضع ده كده برضو تعملوه 30 عد. والتمرين ده عايزينك تعمله وانت واقف وانت قاعد. تمام، عشان وانت واقف هيستهدف عضلات وانت قاعد هيستهدف عضلات تانية. تمام، باقيلك كده تمرينين. هنعمل وول سكوات ثبات على الحيطة او وول ست. هنعمل وول ست قاعدة على الحيطة. تمام، وهنعمل سكوات. بالنسبة للوول ست هتيجي على اي حيطة اهو بالوضع ده، مش هتخلي رجلك عند الحيطة كده، لا، بتطلع رجلك قدام خالص بنفس الشكل ده كده. تمام، وبتنزل ابدأ ب 45 درجة كده وافضل ثابت لحد ما تقدر. اول ما تلاقي عضلات رجلك خلاص وجعتك وشدت عليك ريح. ريح دقيقة واعمله تاني،
ريح دقيقه واعمله تاني 3 مرات. تمام. مع الوقت التمرين بقى سهل عليك شويه، يبقى انزل 90 درجه بنفس الوضع ده كده واثبت لحد ما العضله خلاص تجيب اخرها خالص وتريح. تمام. ده كده وول ست. نعمل سكوات ازاي بقى؟ بنفس الوضع ده هنعمل، انت واقف اهو وبتنزل كانك هتقعد على حاجه ورا وبتريح تاني، يعني انت واقف اهو. تمام. كاني هنزل اقعد وبريح، وبرده عايزينه هاف سكوات مش عايزين كومبليت سكوات. تنزل بنفس الوضع ده كده وتريح، وتتاكد ان ركبتك ما بتتنيش لقدام كده، لا انت كانك بتنزل تقعد على حاجه وراك، فركبتك ما بتعديش مشط رجلك. دي مهمه جدا عشان ركبتك ما تتعبكش. تمام. برضو هتعملوا 3 مجموعات، وكل مجموعه 10 عدات، وبتريح من كل مجموعه والتانيه دقيقه. بقى سهل معاك، هتبدا تمسك دمبلز وتعمل بالدمبل، وهكذا تبدا تطور من التمرين. دي تمرينه رجل وبطن عظيمه جدا في البيت بدون اي ادوات، مشغله كل عضلات الرجل وعضلات البطن العلويه والسفلى، وهتفرق معاك بشكل كبير جدا. طبعا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد اول ما ننزله، وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لغيرك. وطبعا لو عندك اصحابك بيحبوا يتمرنوا في البيت منشنهم عشان يبداوا معانا. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير في فيديوهات بقى تاهيل كعلاج طبيعي وفيديوهات تخسيس ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.